الثقافة الفنية والرياضية تساهم في التربية فعلا، من غير المدرسة الأولى التربية ديال الوالدين إلى المدرسة التعليم، الملعب الرياضي والمؤطرين، مركب الثقافي والفنانين والمبدعين والمثقفين، دار الشباب كذلك عنده واحد الدور كبير، المخيمات الصيفية، المؤطرين والمؤطرات عندهم واحد الدور كبير، الإعلام كذلك، الجمعيات المجتمع المدني. نحن كنا كنساهموا في تربية أجيال وصناعة أجيال الغد، لأن دائما خصنا نشجعوا الطفل على الثقافة على الرياضة. يقول المثل القديم: العقل السليم في الجسم السليم. الرياضة عندها دور كبير، كذلك الثقافة عندها واحد الدور كبير. دائما نشجعوا الوليدات ديالنا في الثقافة في الرياضة، ونتجنبوا التفاهة داخل مواقع التواصل الاجتماعي. نراقبوا الوليدات ديالنا اش كيشوفوا الوليدات ديالنا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ما نشجعوش التفاهات لا علاقة بالتربية ولا الثقافة، ودائما ناخذوا الحويجات الزوينين اللي غنستافد منهم واللي غيعاونونا في الدراسة ديالنا، لأن حنا كنا كنساهموا في تربية أجيال الغد وصناعة أجيال الغد، كل واحد من الموقع ديالو. وبالتوفيق للجميع من الفنان وزجال محمد صاري، رئيس منتدى الوطني أجيال المغرب للتنمية والثقافة والفن والرياضة. نستغل هذه العطلة الصيفية في قراءة الكتب والقصص، ونتجنبوا التفاهة داخل مواقع التواصل الاجتماعي.